السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة خدتكم في جولة في محلات شارع الري في محافظة كفر الشيخ، وبالتحديد قصاد كلية التجارة. والمحلات دي معمولة مخصوص علشان تخدم طلاب الجامعة. والشارع ده بصراحة ما خلاش أي حاجة إلا معرضهم، أي حاجة بتلزم بنات الجامعة من لبس وشنط وشوزات وطرح واكسسوارات، وكل حاجة بتلزم طلاب الجامعة من أدوات معملية وكتب وخلافه. أي حاجة من الحاجات اللي بيحتاجها بنات أو بنين الجامعة موجودة في المكتبات هناك. يعني لو عندك ابنك أو بنتك داخلة الجامعة أو حتى داخلة إعدادي أو حتى داخلة ثانوي، هتلاقي كل حاجة هي محتاجاها من لبس وأدوات مكتبية، وكل حاجة موجودة هناك. لا تلفي ولا تحتاري، وبأسعار بصراحة كويسة جدا. يعني اللي عجبني كمان وخليني أصور وإن أنا أروح أجيب من هناك إن أسعارهم كويسة إلى حد ما، كويسة عن مناطق كتير موجودة في كفر الشيخ. وكفاية إنك هتجيبي كل حاجتك من مكان واحد، مش هتلف كتير. هي مجموعة محلات موجودة هناك، كل محل يا إما بقى مخصص لللبس أو شوزات أو اكسسوارات أو طرح أو اللهم صل على سيدنا محمد، أو المكتبات الموجودة هناك. فأنت بتدخلي المحل، ما عجبكيش المحل ده تدخلي في اللي بعده في اللي بعده، وكلهم يعني على بعضهم ما يكملوش 20 محل ملابس. بصراحة هتلاقي يعني في مجموعة المحلات دي هتلاقي اللي انت عايزاه. يعني ما لقيتيش هنا هتلاقي هنا. تمام، مش هتلفي كتير ومش هتحتاري كتير، كله في مكان واحد. وانا هنا ما عرضتش اسم محل بعينه علشان ما اكونش مثلا بعمل دعايه لحد واسيب حد. فانا صورت في بعض المحلات اللي عجبتني او اللي انا اصلا دخلتها، في محلات كمان انا ما دخلتهاش. تمام. الاسعار بقى هقول لكم على الاسعار. يعني زي الشميز اللي في ايديا دي عامل 265 جنيه، والشميز اللي في ريحه برضو 260 او 250 حاجه زي كده. يعني بصوا الاسعار هناك. الشميزات بتبدا من 200 كده وانتوا طالعين. بصراحة في حاجات ب100 كمان، يعني في حاجات كمان هتقابلنا دلوقتي ب150 175. يعني في حاجات حلوة تتلبس، ودي حاجات بصراحة يعني حاجات مريحة وحاجات واسعة وحاجات طويلة. يعني شميزات طويلة كده اللي بيلبس مثلا بناطيل، بنت اللي بتلبس بنطلون وعايزة حاجة طويلة على البنطلون فبتلبس شميز طويل زي ده. تمام، بيبقى شيك قوي، بيبقى حلو قوي. تمام. وكل واحدة يعني الشميز اللي انا ماسكاه ده واسع، ما شاء الله واسع، يعني يلبس مدامات كبار. يعني لو مدام كبيرة عايزة تروح تجيب لبس لها من هناك تروح كمان تجيب لبس لها من هناك. مدام بتشتغل كده، ستي او انسة حتى مثلا جسمها مليان شوية وعايزة حابة ان هي تروح تجيب من هناك تجيب، هتلاقي حاجات بصراحة هتدخلها وحاجات كويسة وحاجات مريحة. تمام. وقماشها كويسة جدا، يعني الماتيريال بتاعتها كويسة بصراحة يعني. فالحاجات الشميزات اللي بقول لكم عليها في ايديا دي تروح سعرها كده من 250 260 265 270. تمام. في حاجات دلوقتي في الجهة التانية ب175 150. هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. بصراحة هناك هتلاقوا كل انواع اللبس اللي انتوا عايزينه واللي انتوا بتدوروا عليه في مناطق تانية اصلا مش بتلاقوه. يعني بصراحة في انواع لبس كده محددة بدور عليها في مناطق تانية فمش بلاقيها قد كده، فبلاقيها موجودة هناك وبوفرة. تمام. بتلاقي هناك بلوزات، بتلاقي شميزات، بتلاقي اللهم صل على سيدنا محمد اطقم كاملة، بلوزات، انا قلت بلوزات جيبات، بناطيل، دريسات. بصوا اي حاجة يعني. بصي بيناسب كل الاذواق، كل الاذواق تلاقيها هناك. تمام. ولبس طبعا بنات الجامعه اللي بيبقى بلطوهات وحاجات من كده. وطبعا الناس اللي في طب والناس اللي اللهم صل على سيدنا محمد اللي في علوم وكده بيعوزوا بلطوهات بيضه. بيعوزوا لبس كده محدد للاسنان وما اعرفش ايه وكده. كل حاجه تلاقوها موجوده هناك، كل حاجه يعني. ما تلفوش. بصوا بقى الاسعار على حسب الحاجه بقى اللي انتوا تحتاجوها. تمام. انت روحي ودوري وشوفي. عايزه اقولك ان السعر هناك كويس بالنسبه لمناطق كتير، فانت روحي اشتري من هناك وانت مرتاحه يعني. وانت كده مطمنه ان مش هتلاقي بصراحه حته تانية ارخص من المنطقه دي. تمام. فهتلاقي هناك حاجات بتبدا من 100 جنيه. في حاجات بتبدا من 100 جنيه وانت طالعه لغايه 400 جنيه. يعني مثلا في اللهم صل على سيدنا محمد شميزات وحاجات بتوصل ل400 جنيه. بس طبعا بتفاصلي معاه بتنزلها مثلا 350 وكده يعني. كان في حاجة هناك عجبتني واعتبر دي كانت اغلى حاجة موجودة هناك، كانت ب400 جنيه. كان هينزلها لي شوية بس بصراحة انا سبتها ورحت لغيرها يعني. فاللهم صل على سيدنا محمد جبت شميز ب350 جنيه بس حلو جدا. ممكن تشوفوا دلوقتي في تصفيات برضو حلوة، في تصفيات شتوي.
تمام. تصفيات شتوي جميلة، جميلة جدًا، يعني بصراحة أسعار وهمية كده بالنسبة للخامات والحاجات اللي هناك، يعني في حاجات بصراحة ب100 جنيه وفي حاجات ب150 جنيه، حاجات أنتِ لو هتشتريها في موسمها هتشتريها فوق ال400 جنيه، مش عايزة أقول لِك أغلى كمان، يعني حاجات فوق ال400 وفوق ال300 وفوق ال500 وفوق ال200 بتشتروها ب100 جنيه، يعني إزاي مش عارفة بصراحة. أنا بصراحة كان نفسي ألِم كل الشتوي اللي هناك وأروّح. ففي حاجات تصفيات شتوي جميلة، جميلة، جميلة جدًا، يا رب اللي يروح يلحق بقى التصفيات الشتوي ما يكونوش خلّصوا. اللهم صل على سيدنا محمد. برضه فيه قُلت آخد له كده جولة على السريع في بعض المحلات اللي هناك، بصراحة ما كنتش مركّزة أوي على الشوزات، فكنت كل تركيزي على البلوزات، تمام. كنت باقول لكم بقى أسعار البلوزات، يعني ما تسمعوش 400 وتتخضوا، لأ هو ممكن يعني أبو 400 ينزل ل350 جنيه، أنتِ بتفاصلي برضه. أي حاجة ب100 جنيه. أي حاجة ب200، 100 بس. 100 بس، أي حاجة من دول ب100. أي حاجة في المحل ب100 جنيه. هنا حبيت أسمّعكم إن هو بيقول لكم أي حاجة في المحل ب100، وفي كمان محلات تانية أحسن كمان من دي، وأي حاجة فيها برضه ب100، ب150، يعني في حاجات كمان أقيم من كده ب150 جنيه، تمام. فبصراحة أنا نزّلت المقطع اللي فيه الصوت الأصلي ده علشان أسمّعكم بس، يعني ما تستغربوش، فعلًا هو قال ب100 جنيه، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بس أنا ما نزّلتش الصوت الأصلي بتاع الفيديو كلّه ليه، علشان زي ما أنتم شُفتوا كده في المقطع الصغير اللي أنا نزّلته في صوت قرآن، وأنا نزّلت المقطع الصغير ده وربنا يستر بقى وما يجيليش عليه حقوق مطالبة، حقوق طبع ونشر وكده، تمام. فعشان طبعًا أنتم عارفين إحنا القناة على اليوتيوب هنا ما ينفعش إن أنا أنزّل عليها حاجة مِلك لحد، صوت قرآن، صوت أغاني، أي حاجة مِلك لحد، تمام. فلازم يكون صوتي أنا أو صوت أي حد أنا مصوراه، ما يكونش بتاع أي حد يعني، فاهميني؟ يعني الفيديو يكون أنا اللي مصوراه، أو الصوت تبعي أنا أو صوت أشخاص حواليّا، إنما إن أجيب صوت حد أو حاجة بتاعة حد فما ينفعش، كده بييجي لي مطالبة وممكن الفيديو إيه، أضطر إن أنا أحذفه بعد كده، تمام. فاضطريت بقى إن أنا أكتم الصوت الأصلي، أنا بصراحة كنت مصورة كله بالصوت الأصلي بتاعه، وكان في بقى بيقول لنا الأسعار وما اعرفش إيه وكده، بس اللهم صل على سيدنا محمد، اضطريت إن أنا أكتمه لما لقيت أكتر المحلات هناك مشغلة قرآن، فاهمني؟ فما عرفتش إن أنا أنزل الصوت الأصلي. فهنا دريسات وفي حاجات حلوة اهوت، تمام زي ما انتم شايفين. نشوف السعر ده كام. باين كان مكتوب عليه 270، مش اللقطة كده جت على السريع، وهنا ده ب185، يعني انتوا شايفينه قدامكم ده ب185، اللي قبله كان متهيألي 270، تمام. هي اللقطة جت على السريع، ده ب175، شفتوه من شوية الفوشيا ده ب175 جنيه، تمام. فكنت باصور على السريع بقى معلش، يعني هو قال لي الأسعار موجودة كلها على البلوزات، تمام. ففي أسعار كويسة جدًا، يعني في حاجات أسعارها كويسة، كويسة يعني في متناول الجميع. بُصّوا كده لو دخلتوا المحلات ودعبستوا كده في الحاجات، يعني في الحاجات اللي هي متعلقة دي من ورا كده، هتلاقوا حاجات كتير كويسة، كويسة جدًا، حاطينها كده ورا بعضها، عايز اللي يدعبس ويطلّع هيلاقي حاجات تناسبه، تمام. فأنا كان على السريع كده، وحاجات كمان أنا قطعتها كتير، يعني أنا كنت مصورة ساعة كاملة، فما ينفعش إن أنا أنزّل أصلًا فيديو ساعة كاملة، مين هيسمعه؟ ده أنا قصقصته كده لغاية 14 دقيقة، وحاسة كمان إن ما حدش هيسمعه عشان طويل يعني، فحاولت على قد ما أقدر إن أنا أقصقص كمان كتير، في حاجات والله كويسة جدًا قصقصتها. وزي ما أنتم شايفين كده في برضه عروض على الشنط وعلى الكوتشيات، وكوتشيات خامتها كويسة، خامتها كويسة جدًا عن خامات المزلقان كمان، تمام. هنا شنط برضه زي ما أنتم شايفين. المحل ده بقى أسعاره جميلة، جميلة، يعني كل البلوزات اللي انتوا شايفينها دي في 150 وفي 130، حاجات كده أسعار يعتبر خيالية، يعني ازاي 150 و130 في الغلا اللي احنا فيه دي؟ يعني بصراحة أقل حاجة دلوقتي ما تتلبسي فوق ال300 جنيه. برضو هنا في المحل ده كانت مشغلة قرآن، صاحبة المحل كانت مشغلة قرآن، فاضطريت ان انا اكتم الصوت، بوضح لكم شوية كده من الصوت، ربنا يستر. عرض النهارده 150 بس، كل اللي تحت ده 130 150، في حاجات وبليزرات، وكل الشتوي فوق 175 و150. والسويتشيرتات دي كلها براندات غسيل ولبس في الغسالة على ضمانتي ب 150 بس. شُفتوا بقى صدّقتوني نزّلت لكم الجزء ده علشان تصدّقوني بس، مع إن أنا ربنا يستر بقى وما اضطرش إن أنا أكتم صوت الفيديو بعد ما أنزّله، أو إن أنا أحذف الجزء ده، علشان طبعًا هييجي لي مطالبة أو كده، وهيضطروني إن أنا أحذف الفيديو أو إن أنا أقطع الجزء ده.
فيا ريت بقى اليوتيوب يغير من سياساته شويه ويسمح لنا ان احنا ننزل. احنا بنصور بنفسنا اهو، يعني احنا مش بنسرق حاجه من حد، فايه المشكله لو جه صوت القران او كده في حد كان مشغل جنبنا، او في المحل زي ما انا بصور كده حد مشغل، ايه المشكله يعني؟ عادي يا جماعه والله، ده صوت قران كلام ربنا يعني. يا ريت تغيروا من سياساتكم شويه. شوفوا بقى القطعه اللي في ايد المدام دي بصراحه جميله جدا، شتوي. تمام، بتقول ب190 جنيه. بس طبعا لو يعني انا اشتريتها كانت هتريحني فيها كمان، يعني كان ممكن تنزل ل150 جنيه. بصراحه جميله جميله، كانت عجباني جدا وكان نفسي اخدها والله، بس انا بصراحه الفلوس كانت على قد ان انا اشتري صيفي بس. والشميزات اللي انا هطلعها دلوقتي كانت ب150 جنيه. 150 جنيه بصراحه حلوه 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 يعني، زي ما انتم شايفين كده طريقه وجميله، وتنفع برضو لاي حد ممكن يلبسها. 150 جنيه الشميز، السعر اللي انا متاكده منه وفاكراه، فانا بقوله كده وكل ثقه. المحل بتاع الست دي بصراحه فيه حاجات رخيصه جدا وفي متناول الجميع، يعني يعتبر ما قابلنيش حاجه ب200 اصلا، ما قابلنيش حاجه في المحل ده ب200، كله تحت ال200، فحاجه كده كويسه جدا يعني، واسعار حلوه حلوه حلوه. هقول لكم على مكان المحل ده هناك في شارع الري، بس في الشارع التاني، يعني هما شارعين، في شارع قصاد كل الباب بتاع بوابه كليه التجاره بالظبط، وفي شارع برضو قصاد كليه التجاره بس مش قصاد الباب يعني، في الناحية التانية، يعني في شارعين كده، شارع هتدخلي كده قصاد كلية التجارة على طول، الشارع اللي قصاد الكلية على طول، اللي قصاد الباب، اللي قصاد الباب على طول. تمام. طبعا هو المحل ده مش في الشارع ده بقى، المحل ده في الشارع التاني، يعني هتمشي كده تعديله من شوارع جانبية، او ان انت هتدخلي برضو من قصاد الكلية، بس مش الشارع اللي هو قصاد اللهم صل على سيدنا محمد، باب كلية التجارة، الشارع التاني. هما شارعين كده، يعني شارع ناحية قصاد الباب وشارع من هناك شوية، هتدخلوا منه هتلاقوا المحل ده بتاع الست دي، معرفش بصراحة كان اسمه ايه، بس هو هناك بعد مكتبة أباظة، بعد مكتبة أباظة، علشان أنا جيت أقطع كشف أسنان. وبالمناسبة يا جماعة، الناس اللي هي عايزة تقطع كشف أسنان بيقولك روحي أي سايبر في نت اقطعي منه كشف، احجزي كشف. تمام، بتحجزوا الكشف على النت، لو انت عندك في البيت كمبيوتر وكده وليه طبعة، تقدري انك تحجزي من البيت وانت قاعدة تحجزي كشف اسنان، وبيديكوا بصراحة بيديكوا بقى مسافة طويلة، يعني الحجز بيكون بعد اسبوع بعد اسبوعين على حسب الناس اللي حاجزة. تمام، فانت بتحجزي من اي سايبر فيه نت. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد، من البلد اللي انت فيها او من المكان اللي انت فيه او من البيت. تمام، لو انت عندك طبعة، علشان انت بتحجزي وبتطبعي الحجز وبتخلي الورقة معاكي، بتروحي فيها بقى في ميعاد الكشف بتاعك. تمام، فهم بصراحة غيروا نظام كشف الأسنان خالص عن ما كنت هناك، وعن ما كنت مصورة الفيديو اللي أنا كنت منزلاه عن كشف الأسنان في كلية طب الفم والأسنان. تمام، فهم غيروا النظام، فأنا إن شاء الله بإذن الله ممكن أعمل لكم فيديو تاني وأوضح لكم فيه. تمام، بس أنا قلت أقول لكم دلوقتي برضو للمهتم، بتروحي تحجزي من اي سايبر، فهم قالوا لي روحي شارع الري هنا قصادك احجزي. تمام، او من البلد او من اي مكان، فانا روحت قالوا لي في مكتبه اسمها مكتبه اباظه هتلاقي فيها نت، فاحجزي فيها. فبصراحه هو اللهم صل على سيدنا محمد، المحل ده بعد مكتبه اباظه، يعني ممكن تروحي هناك تسالي فين فين مكتبه اباظه، هتلاقيها. هتروحي بقى بعدها بمحل او محلين هتدوري على المحل بتاع الست دي، تلاقي فيه اسعار كويسه جدا. احنا هنا بقى دخلنا محل تاني خالص، وفي الشارع التاني اللي قصاد بقى بوابة كلية التجارة، الشارع التاني. في حاجات حلوة برضو عجبتني، والاسعار كويسة جدا، يعني البلوزات دي 200 حاجة، 200 وحاجة، في اغلى حاجة فيه ب300 وحاجة. حاجات حلوة برضو. البلوزة دي كانت عجباني بصراحة، تحتها برضو اللهم صل على سيدنا محمد تيشيرت، حلوة صح. رحت انا اخدتها لبنتي اذا لقيتها حلوت في نظري دلوقتي، هي كانت عجباني بصراحه بس جبتهاش. جبت بقى لبس تاني، لان بنتي اللي كانت معايا وكانت هي اللي بتختار بقى على مزاجها، فقلت يا ريت كنت جبت بقى البنت اللي هي التانية ابتدائي، بس ممكن تلبس حاجات من دي، يعني اللي كانت في ايديا وشفتها من شويه دي اللي تحتها شميز، اللي تحتها بتاعه تيشيرت، ده هتنفع ليها مع انها في ابتدائي يعني. اسفه لو كان الفيديو طول مني، بس حبيت اوريكم بعض الموديلات الموجوده هناك. طيب انا قلت لكم على الاسعار، والله العظيم بكل امانه الاسعار اللي انا سالت عليها واللي انا فاكراها انا قلت لكم عليها، واللي مش فاكره قلت لكم مش فاكره قوي.
تمام. بس والله العظيم هي دي الاسعار، ويمكن انت سمعتوا بعض الاجزاء كده بصوتكم من صاحبة المحل نفسها او من صاحب المحل نفسه. فلو رحتوا بقى بعدها بفترة وجيتوا لقيتوا الاسعار اتغيرت، ما تقولوش اللي انا كنت بضحك عليكم، انتوا عارفين ان سعر النهارده مش زي بكره. فاللي اقدر ان انا اضمنه لكم ان الاسعار هناك مهما كانت غالية فمش هتكون اغلى من مناطق تانية، يعني يعتبر دي ارخص الاماكن، على الرغم ان هي ممكن تكون غالية. يعني انتوا في نظركم مثلا الحاجة ام 300 فدي غالية، تمام، لا لو رحتوا منطقة تانية فهتلاقوها ب 350 ب 400 كمان. بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ، وانتوا عارفين ان الملابس وكل حاجة في محافظة كفر الشيخ غالية، بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ فهناك يعتبر افضل الاماكن اللي بتبيع حاجات باسعار كويسة وخامات كويسة عن مناطق كتير في كفر الشيخ. وبالمناسبة كمان في محلات اطفال موجودة كنت حاسة المقطع ده فاضطريت ان انا اضيفه تاني، وقلت برضه اعرفكم ان في محلات اطفال موجوده واسعار كويسه برضو وخامات كويسه، تمام. فاضطريت بقى ان انا اطول فيديو 16 دقيقه ونص فسامحوني. وبيجامات وترنجات وحاجات برضو للكبار مش بس للاطفال. طيب اسعار الحاجات اللي هي فتحتها دي كانت فوق ال100، يعني كان في حاجه ب120 130 150 170، تمام. طب شوفي كده ده جميل قوي برضه. ده لوحده. لا انا عامله شورت شورت في منه الوان. الجيب دي تحفه ما شاء الله، قررناها والله جميله جدا. هتشوفي الفستان ده عامل كام ده؟ هو كل حاجه ده ب 100 ده 140. بصي تحبي انت تتفرجي على فيلم من الاطفال ده اصغر حاجه فين؟ في اكبر بقى.